بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل لحظة وأنتم طيبين، وعيد مبارك عليكم إن شاء الله وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وما توفيقه إلا بالله سبحانه وتعالى. غدا السبت 7/6، وسجل لي تاريخ في ألمانيا. الحكومة الألمانية بتكرم المبدعين، واختاروا حتوم الرايق الشاب المصري 62 سنة من ضمن المبدعين اللي هيكرموهم بكرة إن شاء الله. بعتوا لي كارت وقالوا إحنا نكرم المبدعين، وممكن كمان تجيب حد من الأسرة، أي حد عايز عدد كام، فقلت لهم عدد كام. بعتوا لي كارت الدعوة وتساكر للي هيدخلهم المكان ده. فسبحان الله، ده كله بتوفيق من الله وبعون الله وبمشيئة الله. اشتغل، اتعب، اعمل مجهود، هتوصل اللي انت عاوزه. فلازم تعرف انت عايش ليه. في ناس مش عارفه هي عايشه ليه، ماشي؟ وانت اللي بتختار. ربنا سبحانه وتعالى اداك حريه التمييز والاختيار. في ناس مش عارفه تختار. ده ربنا بيقول هديناهم النجدين، يعني هديناهم، انت بتختار. نجدين طريق مرتفع، يعني انت بتختار الخير او الشر، انت بتختار النجاح او السقوط، انت بتختار المرض او الصحه، انت اللي بتختار. الناس عايشه غلط للاسف الشديد. وانا يعني الحمد لله كله بفضل الله سبحانه وتعالى. في ناس بتعمل افلام ذهنيه في عقلها وسيناريو. انت المخرج يا باشا، وانت الممثل، وانت كل شيء. قرر واختار حياتك صح. شوف انت عاوز ايه. فالمشكله داخليه وليس خارجيه. افكارنا تشكل واقعنا، تركيزنا يشكل تجربتنا، خياراتنا تحدد مسارنا. احنا خلقنا احرار، ربنا خلقنا احرار وليس قانونيين، لا، فكريا وروحيا. الجانب الروحي يا جماعه، الجانب الروحي. احنا انا شغال ايه، انا عندي ايه، انا معايا مش عارف ايه، وناسين الجانب الروحي. روحك يا باشا ما يهمش انت معاك ايه وعندك ايه. انت انسان، ربنا مش خلقنا عبثا كده، مش خلقنا كده. وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون. فوقوا بقى واصحوا واعرف انت عايش ليه وعاوز ايه. لازم تستمتع بحياتك. العمر بيجري والحياة قصيرة. تذكر يا بني آدم ان انت هتموت. كل الناس عايزة تخش الجنة وخايفة من الموت. كل عاوز يخش الجنة وخايف من الموت. الحق نفسك يا باشا، الحق نفسك. ممكن تتسحب منك الورقة في اي وقت. الموت ملوش كبير والكفن ملوش جيوب. قاعد تجري وتعمل. تمتع يا باشا. انا مشهور، انا بطلع في التلفزيون، انا عندي، وفي الاخر كل شيء رايح. والله المستعان. فممكن نقاء القلب، نقاء السر والعلانية. حب نفسك وقدرها، حب نفسك وقدرها. وملكش بركة الا انت نفسك يا باشا. مهم جدا مصدر السعادة جواك. انت مش محتاج اي شخص في حياتك. فسر الشفاء الاهتمام بالتقدير بالذات. حب نفسك وقدر نفسك، وابعد عن اي انسان بيعمل لك قلق. اللي بيحبك يدعمك. انا عشان كده ركزت على نفسي وحبيت نفسي وواخد بالي من نفسي ومهتم بنفسي ومعتني بنفسي. لقيت نفسي، لان ربنا قال يا الذين من عليكم انفسكم. فعشان كده وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى. مش شطاره مني، كله بفضل الله وبتوفيق الله وبعون الله. مش شطاره مني. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لان ربنا في قلبي، وبقول يا رب يا رب يا رب. ادعي كده يا رب. انا ماليش غيرك، انت خلقتني وانا عبدك يا رب. يا رب يا رب اغفر لي وارحمني يا رب. استر. ما دايما بقول يا رب. صلي وتقول كلام اللي ربنا يكون معاك. كان الله معاك من يكون عليك. كان الله معنا فمن علينا. انتوا خايفين من الحسد وخايفين يا عم. اتقوا الله يا عم الحاج. فوقوا بقى من اللي انتوا فيه. انا فهمت كل الناس اللي حواليا. انا فاهمكم اللي سامعيني دلوقتي. انا فاهمك، قريبي، صاحبي، معرفة. انا فاهمك وعارفك، ولكن بعملك انا بحبك عشان ربنا خلقك. مش بحبك عشانك انت. تمام؟ انا بحبك ولكن مش محتاجك. انا بحب كل انسان ولكن مش محتاجه، لاني مليان الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. بحب كل الناس، واتمنى الناس يكونوا احسن مني، واتمنى الناس يكونوا سعداء. عشان كده ربنا كرمني بالصحه. مش طالع اقول معايا شهاده وعندي ايه، لا، بقول الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. صحتي حلوه وخالي من جميع الامراض، وشباب وطاقه وحيويه. ده النجاح والذكاء في الحياه. مش عندي فلوس وعندي شهادات، ولكن عندي ضغط وعندي سكر. ويعني ربنا يشفي كل مريض. استوعبوا الكلام اللي بقوله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.